الإحساس ده أعتقد معظمنا جربه في وقت من الأوقات. إحساس إن قلبك بيدق وإنت ماسك الموبايل مستني رد على رسالة، وتفتح المحادثة وتقراها تاني وعاشر، وتحلل كل كلمة وكل إيموجي. النهاردة إحنا هنغوص في عمق الإحساس ده، وهنكشف من خلال كلامنا عن نمط نفسي كامل وراه، وهو نمط التعلق القلق. واللي بيعملوا النمط ده مش مجرد حساسية زيادة أو شخصية رومانسية وخلاص، لأ، هو عبارة عن بحث مستمر وملح عن الأمان، مش بس عن الحب. وهدفنا هنا إننا نفكك النمط ده، نفهم جذوره وتأثيره على علاقتنا، والأهم إنه إزاي ممكن نتحرك منه لمكان أهدى. طيب، خلينا نبدأ بتشريح الفكرة دي. يعني إيه بالظبط التعلق القلق؟ هو حالة خوف دائم من إن الواحد يتحب نص حب، كأن الشخص ده بيمشي في علاقاته وهو ماسك ميزان، بيقيس قيمته برد فعل الطرف التاني. أي مسافة صغيرة، أي تغيير بسيط في نبرة الصوت بيتحول في عقله لإنذار خطر. الوصف ده دقيق جدا، لكن انت عارفة إن ده راجع للطفولة أصلاً؟ طفولة مؤذية يعني؟ مش بالضرورة. مش لازم طفولة سيئة بالمعنى الصريح، لكن طفولة كان فيها الحب والاهتمام غير متوقع. يوم تلاقي حضن وتشجيع، واليوم اللي بعده تلاقي برود أو نقد على نفس الحاجة. الطفل هنا بيتعلم درس خطير جدا، وبيدخل في اللاوعي عنده إن الحب مش مضمون، ممكن يختفي في أي لحظة. يبقى لازم أعمل أي حاجة علشان أتمسك بيه.